السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غنطيب معكم الخبز عادي ديال الدار. غنطيبوه في الفران ديال الضو في ايتيمات. بزاف ديال الاخوات اللي تيجيهم قاصح، ما عرفتش السبب شنو هو. المهم غنحاول نشارك معكم كيفاش نطيبو انا وصافي. عندي هنايا زلافه، نفس الزلافه باش عبرت، زلافه ديال الدقيق الكامل، زلافه ديال الفرينه، زلافه ديال الفرص، زلافه ديال الفينو، وشويه ديال الخميره معجونه، ممكن تستعملوا الاخرى، والملحه انا تنديرها من الدقه الاولى. صافي غادي نعجن بالماء دافي ما يلسخونا شويه لحقاش بارد الحال. غادي ندير خبزه هنايا في اللاطه الدايره كبيره على قد اللاطه، وجوج خبيزات صغار في اللاطه الطويله. غنعجن هادشي هذا ونرجع معكم. من بعد ما عجنت العجينه، ما خليتهاش تخمر الخمره الاولى، غير لحقاش انا ما مسالياش مزروبه شويه عليها. اللي بغات تخليها تخمر الخمره الاولى تخليها، عاد ديكازيها من الخميره وتعاود تقرص هذيك الساعه وتخليها تخمر الخمره الثانيه. انا غنقرصها نيشان، غنقرص بهذه اللي هي الحمراء، او لا ما عرفتش نتا تقولوا ليها. المهم ديك النخاله رقيقه. تندير شويه د الماء في يدي وتنقطع العجينه باش تكون فازقه وتاخذ ليا كميه نيت مزيان من هذه، وغنخبزها هنايا. والاخرى غندير فيها الصغارات هنايا، جوجات صغار. غادي ناخذ نص الكميه ديال العجينه لحقاش غندير خبزه كبيره، والاخرى نقسمها على جوج باش ندير جوجات صغار. صافي على هذا الشكل كلشي تيعرف يلول بالخبز بحال هكا، وكلشي تيعرف يقرص. غير انا بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الفران ديال الضو. صافي الماء، صافي هذيك الكبيره نخبزها نيشان في اللاطه. صافي وهنا تنخبز الخبزه الكبيره قبل ما تخمر نيت مزيان باش نطيبها. غادي نشعل الفران، غير تبان ليا بدات تطلع فيها الخميره، غادي نشعل الفران باش يكون سخون نيت مزيان على اعلى درجه حراره عندكم. انا عندي تقريبا 300. صافي دابا غادي نغطيها بمنديل ونخليها تخمر. هانتوما الخبز غير يكون تبقى تطلع فيه الخميره شويه، غادي نشعل الفران. خاصو واحد شويه مازال، والفران رانا شعلته على 300 الفوق والتحت وعلى 300 درجه والوقت كامل. وهو الخبزه فاش ندخلها للفران تنحطها هنا نيشان، ما تنديرش هاد الشبكه هذه هنا لتحت، تنحطها هنا نيشان. هاد الشبكه هذه رانا دايرها الفوق باش تقرب ليا الفوق. منين غادي طيب الخبزه تبان ليا طابت مزيان وتحمرات من التحت، غنطلعها لهنايا تحمر. صافي دابا الخبزه راها خمرات. غادي نلوحها. الصغيره راه طيبت وحده، والاخرى راها طابت. هذه طابت من الفوق حيت الفران سخون. هانتوما تنحطها نيشان هنايا، ما تنديرهاش فوق الشبكه. هذه راها تحمرات ليا شويه بزاف من التحت لحقاش خليتها في الفران ومشيت تنصلي الظهر، تعطلت عليها شويه. صافي نتقفها بالفرشيطه كيف ما موالفين كاملين، وغادي ندخلها للفران ونسد عليها. والخبز ها هو من بعد ما طاب، ما استغرق لياش بزاف ديال الوقت الصراحه، دغيا طاب. هانتوما تيجي رطب بزاف بحال الا طايب في الفران ديال الغاز. هذه تحمرات ليا بزاف لحقاش كيف ما سبق قلت لكم مشيت صليت الظهر ونسيتها، ماشي نسيتها، على ما صليت جيت لقيتها تحمرات بزاف. والخبزه الكبيره ها نتوما كيفاش تيجي محمر بواحد الشكل اللي زوين بزاف. غنقسم معكم شويه تشوفوها، واخا راه سخون.
ها نتوما تيجي رطب، تيجي مفشفش، ما تيجيش قاصح، حيت بزاف ديال الاخوات تيتشكاو من الاتيمات ولا الفران ديال الضو بصفه عامه، قالك تيجيني قاصح الخبز. ها نتوما كيفاش تيجي، وهذه مازال راه باقا سخونه، يعني باقا مقرمشه، غير غادي تغطى بالمنديل غادي تولي غتجي مزيانه وترطاب. وهذا هو الخبز ديال الفران د الضو. ونتمنى يعجبكم الفيديو. انا بغيت نشارك معكم هذه الطريقه، ما راه كلشي تيعرف يعجن ويطيب بالخبز. نتمنى يعجبكم الفيديو، وبسلامه.